بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مختلف شوية لاننا هنتكلم عن منتج ناس كتير جدا سألتنا عليه. المنتج ده طبعا كريم خميرة البيرة للتسمين، اسمه كده كريم بتاع الخميرة البيرة لتسمين الوجه. المنتج ده بصراحة شفته في اماكن كتير قوي، وكمان ناس كتير على السوشيال ميديا بتتكلم عنه، وكل واحد طبعا بيقول رأيه مختلف. في ناس بتقول انه بيدي نتيجة من اول استخدام، وفي ناس بتقول انه بينفخ الخدود يعني فعلا وكده، وفي ناس تانية بتقول انه ملوش اي لازمة، جبته وما عملش معايا اي حاجة. ناس بتقول كده وناس بتقول كده وناس بتقول كده، فقلت بدل ما اسمع كلام الناس اشتريه بنفسي واجربه، وبعد ما استخدمته هقول لكم رايي بكل امان، لان الهدف من القناه دي ان اي منتج اشتريه اقول لكم الحقيقه سواء كان حلو او وحش، عشان ما حدش يصرف فلوس على اي حاجه ما تستحقهاش. تمام. اول حاجه خلونا نتكلم عن شكل المنتج. دي العبوة بتاعته، حجمها يعتبر صغير وتصميمها بسيط جدا. اول ما فتحتها لقيت الكريم لونه بينك فاتح، ولقيت القوام بتاعه كريمي وناعم، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، يعني هو كده في المعقول. اما بالنسبة للريحة بتاعته فهي بالنسبة لي مقبولة، لكن برضو مش من النوع اللي ريحته قوية او مميزة. دلوقتي بقى نيجي لأهم جزء، وهو طريقة الاستخدام. انا كنت باخد كمية بسيطة جدا واوزعها على وشي كله، مع تركيز اكتر على منطقة الخدود، لان دي اللي بتبقى عايزة نفخ، وافضل ادلك الكريم لحد ما البشرة تشربه. طيب ماشي، انا دلوقتي بجربه على ايدي علشان تشوفوا النتيجة. تمام. انا كنت بجربه طبعا زي ما انا بعمله كده على ايدي بالظبط، وكنت بعمله على وشي، واهم حاجه كنت بركز على منطقه الخدود علشان هو تسمين الخدود. فكنت بركز يعني على منطقه الخدود لان كنت عايزه خدودي تتنفخ. الحقيقه اول ما بنحطه على البشره بتحسي ان بيدي نعومه كده، وكمان بيخلي الوش شكله نضر ومشرق كده، يعني بيديكي كده منظر حلو للشكل. واول انطباع خدته عنه ان البشرة شكلها فعلا بيكون احسن، وفي جلو كده واضح، كأنك حاطه مرطب كويس، او مثلا حاطه برايمر بيدي كده لمعة كده للوش. لكن السؤال اللي كلنا دلوقتي مستنيينه، هل هو فعلا بيتخن الوش ولا كلام وخلاص؟ بصراحة من خلال تجربتي الشخصية انا لا، مش بيتخن الوش. انا استخدمته على امل اشوف فرق حقيقي في امتلاء الخدود هنا في المنطقة بتاعة الخدود او حجم الوش، بس ما لقيتش نتيجة. بس بصراحة شايفين النتيجة على ايدي بتبقى عاملة ازاي؟ اللي بيحصل ان اول ما الكريم بيكون على البشرة الوش بيبان ممتلئ، يعني في الوقت اللي انت بتحط فيه، بسبب ان هو بيكون بيرطب البشرة كده وبيخليها جلو. تمام. فممكن اي حد يشوفك يفتكر ان وشك مليان. شايفين انتوا الفرق بين الايد دي والايد دي؟ الايد اللي انا حطيت عليها شايفين شكلها كده، حتى في فتح البشرة، يعني ادى جلو للبشرة وخلاها ناعمة وخلاها متفتحة اكتر من الايد التانية. بس حوار ان هو بيتخن، فلا مش بيتخن الوش، لكن تأثير انك تحطيه على وشك ويبان ان وشك تخين ده في نفس الوقت اللي انت بتحط فيه الكريم ده، واول ما بتحشيه ما بيبانش اي حاجة خالص، يعني مش بيبقى وشك مليان ولا اي حاجة. التأثير ده بيكون مؤقت جدا. اول ما الكريم بيروح او تغسل وشك كل حاجة بتروح زي ما كانت، بترجع زي ما كانت. وده كان اكبر عيب بالنسبة لي بصراحة، لان كنت مستنية نتيجة بتدوم، يعني ان انا الاقي خدودي منفوخة وكده، مش مجرد شكل مؤقت. انا كملت استخدامه فترة كفاية، يعني عملت ان انا استخدمته فترة كفاية بصراحة علشان ادي لنفسي فرصة واحكم عليه، لكن للأسف ما لقيتش اي تغيير دايم. بلاقيه يعني في النفس اللي انا بحط فيه الكريم ده بس، لكن بعد ما بشيله ما بلاقيش اي نتيجة. وده طبعا لا يمنع ان ممكن حد يكون تجربته مختلفة، لان طبيعة البشرة بتختلف من شخص للتاني. يعني انا بشرتي غير بشرة التاني، غير بشرتك انت، غير بشرة بنتك، فكل واحدة بشرتها مختلفة، ممكن تجيب انت معاكي نتيجة، لكن انا بصراحة تجربتي بقول لكم لا، مش بيتخن. طيب هتقولولي هل المنتج ده وحش؟ بصراحة لا، مش وحش. لو انا هبصله على انه كريم مرطب بيدي البشرة نضارة وجلو فانا شايفه انه كويس، انما لو هشتريه مخصوص علشان ان هو يتخن وشي او يتخن خدودي فانا شخصيا مش هشتريه تاني للغرض ده. خلونا نلخص لكم كده المميزات والعيوب بتاعته بالنسبة لي انا عن تجربتي الشخصية. اول حاجه هقول لكم من المميزات ان هو عطاني ترطيب للبشره، بصراحه ترطيبه حلو خالص، بيدي جلو كده للبشره ولمعه صحيه كده، تحس ان وشك كده فيه لمعه.
وبيخلي الوش شكله فريش كده، واول ما بتحطيه يعني بتحس ان انت وشك كده بيتنفس بصراحة، يعني ناعم كده وهو سهل الفرد، ويعني تحسين ان هو بصراحة يعني في الترطيب تحفة. لكن العيوب ان هو ما عملش معايا اي حاجه خالص، يعني ما عملش ان هو تخن ولا وشي ولا تخن خدودي خالص. تاثيره ان هو مؤقت، يعني مش بيفضل دايم. لا انا بصراحه بحطه بحس ان بشرتي مليانه، لكن هو مش بيديني التاثير الكافي ان هو يعني يديني يخليه دايم. يعني اول ما بتغسل وشك بيروح كل ده، يعني النعمه بتروح، والشكل البشر اللي بيلمع ده بيروح، والتخن ده بيروح، وكل حاجه بتروح. بالنسبه لي مش يعني بصراحه يعني بالنسبه لي، وانصحكم انكم ما تشتروهوش لو انتوا هدفكم انكم هتخنوا وشكم او خدودكم. ولو هقيمه من 10 بصراحه هديله 5/10. النص عشان الترطيب والجلو اللي بيديه للبشره، لكن النص التاني لا، لان ما عملش الهدف الاساسي اللي انا اشتريته عشانه الصراحه. لو حد سالني اشتريه ولا لا، لو انت هتساليني انا اشتريه طب ولا لا، هقولك لو انت عايزه كريم مرطب للبشره ويخلي شكل وشك كده ليه لمعه، ووشك بيتنفس كده في الوقت اللي انت عايزه تخرج فيه مثلا او كده، تمام ماشي اشتريه. اما لو انت هدفك ان يتخن وشك، او عندك امل ان هو يتخن وشك ويبقى وشك كده مليان يعني الفتره دايما، فانصحك لا بلاش تشتريه. وفي النهاية دي كانت تجربتي الشخصية بكل امانة، وانا بحاول اقول لكم الحقيقة زي ما هي من غير مبالغة ومن غير ما اجامل اي منتج. انا مش بعمل اعلان على المنتج، انا بقول لكم فعلا مميزاته وعيوبه. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك واشترك في القناة، لان الفترة الجاية هنجرب منتجات كتيرة جدا سواء للعناية بالبشرة او للشعر او اي منتج منتشر على السوشيال ميديا. وهقول لكم الحقيقة قبل ما تدفعوا فيه فلوس. واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه اول منتج تحبوا اجربه في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.